مساء الفل على عيونكم. معاكم أكلة وقصة، وحشتوني كتير من آخر فيديو. يلا بينا النهاردة هنعمل فيديو سهل وبسيط جدا. هنعمل القرص الطرية بالسكر، حاجة كده بتدوب في البق وجميلة جدا. هنعملها في البيت بطريقة اقتصادية، بنص كيلو من الدقيق وشوية لبن. هنعمل أحلى قرص طرية وكمية كبيرة، هنعمل أكتر من 20 قرصة. انتوا عارفين القرصة دلوقتي بقت بكام؟ بقت ب3 جنيه وب5 جنيه. هتعملي في البيت كمية رهيبة تغرقي بيها البيت وتنبسطي وتاكلي وتستمتعي بيها، ومش هتكلفك حاجه خالص. شايفين طريه ازاي ومهشهشه وجميله ومش مكتومه كده، وحاجه حلوه قوي وقمر قوي. يلا بينا على الطريقه ونشوف القرص القمر دي عملناها ازاي. تنفع كمان معاكي في لانش بوكس، في فطار وفي عشاء سريع. يلا بينا على الطريقه. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق. اول حاجه بنعملها مع بعض بننخل الدقيق علشان يبقى فيه عرق كده وحلو، حتى لو هو كان دقيق نمره واحد. انا هنا مستخدمه دقيق متعدد الاستخدامات، استخدمي اي نوع دقيق انت بتحبيه. هنزل عليه بقى بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من الخميره. كل حاجه هننخلها مع بعض دلوقتي. ربع معلقه صغيره كده من الملح هنحطهم عليه. الملح بيظهر الطعم بتاع السكر في الحلويات ومفيد جدا. زي ما انت شايفه كده بننخل كل المكونات الجافه مع بعض، يعني مفيش اسهل من كده. نيجي بقى للمكونات السايله. معايا هنا هننزل، بس نسيت انا احط السكر. هنحط بقى نص كوبايه من السكر ونقلبهم مع بعض. وكده انا خلصت كل المكونات الجافه بتاعتي. هننزل بقى بالمكونات السايله بتاعتنا. معايا بقى نص كوبايه من الزيت. هنبدا نقلب الزيت في الدقيق لحد ما يبقى مرمل كده، عامل زي حبيبات الرمل. كل قطعه من الدقيق متغلفه بالزيت. تعرفي ازاي بقى ان هو اتغلف كويس قوي؟ تيجي تحطي كده حبه من الدقيق في ايدك، تلاقيه بدأ يلم زي العجين، بس مفرول شويه صغيرين، يعني مش لامم قوي ولا مفرط خالص. زي ما انت شايفه كده، بصي بحطه في ايدي بيبدأ يلم زي العجين. هنبدأ بقى نلم العجينه بتاعتنا. معايا هنا كوبايه ونص من اللبن الدافي. انا مش هستخدم كل الكميه دي، مهم قوي ان انا اقول لك الخطوه دي. هننزل اول حاجه بالكوبايه من اللبن الدافي، ونص كوبايه دي هنسيبها على جنب. نبدأ نزود فيها بالتدريج، لأن كل نوع دقيق حسب ما بيتشرب فيه السوائل. أنا النهاردة نوع الدقيق اللي معايا أخد معايا كوباية وربع من الدقيق، كوباية وربع من اللبن. انتي ممكن الدقيق بتاعك ياخد كوباية ونص، ممكن ياخد كوباية من اللبن. عشان كده في أول ما تبدأي تعجني نزلي كوباية الأول من اللبن، وسيبي نص كوباية نزلي بالتدريج. مهم قوي تعرفي ان العجينة بتاعتك دي بتبقى ملزقة، يعني العجينة طرية جدا وبتلزق في الايد. اهم حاجة بقى هنعملها دلوقتي بعد ما نخلص العجينة بتاعتنا ونعجنها. انا زي ما بقولك انا سبت ربع كوباية، انا خدت كوباية وربع. نبدأ نفردها على الرخامة ونفضل نعجن فيها لمدة 10 دقايق عشان تعمل معانا عرق حلو كده، والخميرة تخش وتتجانس مع العجينة، وتحسي ان العجينة طرية جدا. لو بتلزق في ايدك ما تقلقيش خالص، هو ده القوام المناسب للعجينة. هنفضل نعجن فيها 10 دقايق كده، ما ترحميهاش بقى، افضلي عجيني فيها وخبطي فيها كده لحد ما تبقى معاكي طريه وجميله وحلوه. طبعا كلنا اتربينا على القرص دي، وكنا واحنا رايحين المدرسه بنجيب قرصه، واحنا راجعين من المدرسه بنجيب قرصه. طعمها حلو جدا وطعمها جميل. طبعا في ناس بتحبها بالقرفه، انا النهارده هعملها بالسكر. هقول لك على كل البدائل وكل الاسرار، تقدري تعمليها بكل حاجه عندك. حتى لو ما عندكيش حاجه هقولك على البديل بتاعها. طبعا انا عجنتها 10 دقايق، بعد كده هغطيها بالاسترتش واسيبها لمده نص ساعه لو انت في الصيف، ساعه الا ربع او ساعه في الشتاء. ممكن تسخني الفرن وتدفيه وتقفلي الفرن، وبعد كده تدخلي العجينه بتاعتك. هتقعد شويه صغيرين وتخمر معاكي لمده ساعه الا ربع. بعد بقى ما خمرت معانا، ده شكل العجينه بتاعتنا. هنبدا نقطعها كور صغيره. تقدري تعملي الكور ومقاسها زي ما انت حابه، بالمقاس اللي انت حباه، بس انا حبيت النهارده اطلع القرص كلها شكل واحد. فهعمل الكوره دي مقاسها 50 جرام. لو عندك ميزان هيسهل عليكي جدا. ما عندكيش مفيش اي مشكله خالص، اعملي الكور بالنظر كده زي ما تحبي. ما توقفيش نفسك يا فوزيه، زي ما تحبي اعمليها بالطريقه اللي تعجبك وتريحك، والمقاس اللي انتوا بتحبوه. انا هنا بوزن لك المقاس بتاع العجينه عشان اقول لك ان انا عملتهم 50 جرام. وهكمل بقى الكور بتاعتي مع نفسي، وبعد كده هرجع لك تاني. انا هنا نص كيلو الدقيق عمل معايا 20 قرصه زي ما انت شايفه كده. بعد ما بشكلهم بغطي العجينه بتاعتي واسيبها 10 دقايق تستريح. نيجي بقى للحشوه بتاعتنا.
انا هنا معايا نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الدقيق. انا النهارده هعمل القرص بالسكر. ممكن تستغني عن خطوه الدقيق دي، ممكن تستبدليها بنص كوبايه من السميد، ممكن تشيليها خالص. ولو حابه تعملي بالقرفه ممكن تحطي على نص كوبايه من السكر معلقه كبيره من القرفه. شفتي انا قلتلك على كل البدايل. نيجي بقى للوش بتاعنا القمر اللي انت شفتيه لونه احمر كده وحلو، ده السر بتاعه. هحط نص كوبايه من السمسم عليها نص كوبايه من السكر ونقلبهم مع بعض. تستخدمي بقى سمسم ابيض زي ما انت عايزه، سمسم احمر، اللي عندك واللي موجود عندك ما توقفيش. ممكن ما تستغني خالص عن خطوه السمسم زي ما تحبي، بس القرص معروفه ان هي بتبقى محطوط عليها سمسم بتبقى شكلها جميل قوي. معايا كمان بقى نص كوبايه من اللبن، مش هستخدمها كلها، دي اللي انا هغطس فيها وبعد كده هنزل بالسمسم. انا سبت العجينه بتاعتي تستريح 10 دقايق، وبعد كده اخدت اول كوره سبتها وفردتها خالص، وبعد كده بططتها وحطيت في النص العجينه، الحشوه بتاعتنا اللي هي السكر والدقيق، وبدات اقفلها زي القطايف، وبعد كده قفلتها زي البوجه. نقفلها على شكل دايره، ونجيب طبق بتاعنا ونحط شويه من اللبن، ونبدأ نغطسها في اللبن وننزلها بقى في السكر والسمسم، يمسك فيها على طول وتبقى جميلة جدا. هنكون بقى مجهزين صاج مدهون زيت ونحط العجينة بتاعتنا عليه. تعالي اوريكي التشكيل مرة تانية. ببدأ افرد الكرة بتاعتي فردة صغيرة خالص بالايد، وابدأ احط شوية من حشوة الدقيق والسكر اللي قلتلك ممكن تستبدليها بدقيق وسميد، او ممكن كمان تحطي معلقة قرفة لو انت بتحبي القرص بالقرفة. وبعد كده نقفلها زي السرة كده على شكل دايرة، وننزلها في اللبن، وبعد كده ننزلها في السكر والسمسم. طبعا الكمية اللي انا عاملاها دي كمية النص كيلو. هكتب لك تحت في صندوق الوصف لو انت حابة تعملي مقدار الكيلو هيطلع قد ايه، وازود لك الكميات. يعني هنكتب مقادير النص ومقادير الكيلو. شايفين طريقة تشكيل ولا اسهل من كده؟ وتبططيها بايدك بقى وتسيبيها على الصاج. انا سبت الصاج ده بعد ما شكلته هنسيبه لمدة نص ساعة كمان يخمر ويكبر والمقاس يكبر. لازم تعملي مسافات كده فيه. انا دهن الصاج ده زيت، ممكن تحطي ورق زبدة وما تدهنيش الصاج اي حاجة خالص، يا دوبك تحطي القرص على ورق الزبدة. ده شكل القرصة بعد ما خمرت واخدت الخميرة بتاعتها، قعدت نص ساعة خمرت كمان، مقاسها كبر وبقى حلو. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، نكون مولعين عليها من تحت، بتاخد 10 دقايق بالظبط. وبعد كده بنولع الشواية لمدة 3 دقايق. وتقدري تحتفظي بالقرص دي في الفريزر ودي في الفريزر لمدة شهر في اكياس كده، وتكوني قافلة عليها. وممكن تحتفظي بيها في التلاجة لمدة اسبوع. ولو حابة تاكليها على طول حطيها في علبة، اي علبة، واقفلي عليها بالغطا وسيبيها على الرخامة لمدة 3 ايام، مفيش اي مشكلة ومش هيجرى لها اي حاجة. مهم قوي اول ما تطلع وهي سخنة تغطيها بفوطة ناشفة كده لمدة 10 دقايق وبس كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركة لأصحابكم، وانتظروني في وصفات أخرى. شكرا لكم، باي باي.